ايه اللي أسوأ من المرض؟ في مسلسل 220 يوم الشخصية اللي بيقوم بيها كريم فهمي اتكلم على شكل لحظات حياتنا وأوقاتنا وقت ما كان هيعمل العملية وقال: أوقات بنستناها تحدد مصيرنا، وأوقات بنحاول نهرب منها طول عمرنا وما بنعرفش. لكن اللي أسوأ من المرض الخوف، واللي أسوأ من الخوف الانتظار. وساعات مهما كانت الأوقات صعبة بيبقى نفسك تغمض عينيك وتفتحها تلاقيها عدت، وساعات تغمض عينيك وتخاف تفتحها لأنك عارف إن الحياة من بعدها هتتغير. فأنا بشوف إنه فعلا حياتنا ما هي إلا مجموعة من اللحظات، وأحيانا خوفنا هو اللي بيكون أصعب ما فيها، لأن مهما كانت فيه لحظات صعبة بيكون فيها رحمة من ربنا، على عكس خوفنا من اللحظة قبل وقوعها. والانتظار بيكون أصعب ما في الحكاية. انت متفق مع الكلام ده ولا لا؟ لو المحتوى ده بيشدك اشترك في القناة علشان عندي تحليلات أعمق جاية. لو تحب نكبر مجتمع بيحلل الأفلام والمسلسلات بعمق نفسي مختلف. أنا هدير مجدي وده ونس.